السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بعد التحية والسلام، وقبل ما نبدأ حلقتنا الأولى من مسلسلنا الجديد لام شمسية، لو بتشوفوني لأول مرة ياريت ما تكونش آخر مرة، وياريت تشتركوا في القناة علشان تشوفوني تاني. وهنبدأ حلقتنا الأولى، وكل مرة هسيب لكم في صندوق الوصف الحلقات اللي قبل كده عشان لو فاتتكم حاجة. بتبدأ حلقتنا بنيلي اللي بتصحى من النوم هي نايمة على الكنبة غصب عنها على كابوس كالعادة، وطبعا بتبقى منزعجة جدا، وبنعرف ان نيلي متجوزة طارق وعندهم ولدين، ولد صغير اسمه ياسين وده ابنهم هما الاتنين، وولد تاني عنده 9 سنين اسمه يوسف، وده ابن طارق لوحده بعد ما اتطلق هو ومراته الاولى واتجوزت تاني. وتقريبا نيلي اللي مربياه وهي اللي بتاخد بالها من كل حاجه تخصه. بنشوف طارق وهو كان نايم جنب ياسين وصاحي على رسائل كتير قوي من نهال، وبنعرف ان هي زميلته في الشغل وبيخون نيلي معاها. وبعد كده بنروح لنيلي وخدت يوسف وهي شغاله معاه في نفس المدرسه اللي هو فيها، وكان واقف في الطابور، ولكن المدرسه طلبت منه ان هو يلبس الجاكيت كويس زي بقيه صحابه، لكن هو انفعل واتعصب وطلع من الطابور. فبالتالي راحوا كلهم عند المديره، ونعرف ان المديره دي تبقى ناديه وهي مامة وسام صاحب طارق جدا جدا، وتقريبا هي اللي مربيه طارق هو كمان. فبتتعامل مع الموضوع بشكل ودي وبحب، لان هي بتعرف ياسين ويوسف بصفه شخصيه، وبتعرفوا ان هو ما ينفعش ينفعل كده وما ينفعش يتعصب كده ولازم يعتذر للمدرسه بتاعته. وبالفعل الموضوع بيتحل بكل هدوء. بعد كده نيلي بتروح هي ويوسف البيت، واول ما بيوصلوا بيبقى قاعد، فبتقول له طب غيرتش هدومك ليه؟ فبيقول لها لا انا تعبان مش قادر. قالت له ولا انت بتتهرب من درس العربي؟ لازم تروح عشان لازم تحفظ النشيد كويس عشان الحفله مع مستر وسام. فقال لها لا انا فعلا تعبان. بتبدا تجسه وبتحس ان هو مرهق شويه، فبتقول له طيب خلاص والنشيد هنعمل فيه ايه؟ قال لها صدقيني انا حافظه، وبدا يسمعه لها. فلما لقيت ان هو حافظه قالت له خلاص انا هبعت لوسام واقول له ان انت مش هتقدر تروح النهارده. فعلا بتبعت لوسام الرساله، وبيكون وسام وقتها في الجامعه لان هو اصلا دكتور في الجامعه ودكتور لغة عربية، لكن بيدي يوسف الدرس كده بصفة حب لأن هو صاحب أبوه. فعلا وهو في الجامعة بعد ما خلص بيلاقي الرسالة بتاعة ميلي، وبيعرف ان هو مش هياخد الدرس، فبيبعت رسالة بيقوله ألف سلامة وإن شاء الله تبقى كويس وانت وحشتيني جدا وكلام كويس. فيوسف بيبعت له شكرا وبيكمل لعب. وقتها في نفس الوقت ده بنشوف رباب، وبنعرف ان هي مرات وسام، وواضح كده ان هي عندها اكتئاب وعندها حالة نفسية، وهنعرف فيما بعد يا ترى وسام هو السبب فيها ولا لا. وبتاخد ادوية بتخليها طول الوقت نايمة، لكن هي بتظبط المنبه على قبل ميعاد وصول زينة بنتهم علشان تيجي تلاقيها صاحية. فاول ما بيشوفها بيبدأ ان هو يعاملها بحب وبرقة، لكن هي ما بتكونش متقبلة تماما، وبتقوم تدخل الحمام لكن ما بيسيبهاش، بيخش الحمام وراها برضو، وبيبدأ يقول لها ان هي لازم تحاول تفوق شوية، وزينة بدأت تاخد بالها وانها لازم تصحصح اكتر من كده. تقول له طيب ماشي. في نفس الوقت ده بنشوف نيلي كانت واقفه مع طارق، وبتقول له انت ليه ما رحتش معاد السنتر علشان ياخدوا منك العينه عشان احنا عايزين نخلف تاني. فهو قال لها بصراحه من الاخر كده انا بصراحه مش عايز، كفايه علينا ان احنا عندنا ولدين، انا عايزه اربيهم كويس وانت شايفه مصاريفنا، انا مش عايز بس الدراسه وبس، انا نفسي ان انا اسفرهم بره ويكملوا دراسه وتعليم بره واعمل لهم حاجات كويسه جدا، فكفايه ولدين. فهي سكتت كده ووافقته. بعد كده بتقول له على الطلبات اللي هي عايزاها علشان العيد ميلاد بتاعه، فهو بياخد الورقه وبيلاقي طلبات كتير، فبيبدا يتريق شويه، وبعد كده بيخش عشان يلبس، فبيلاقي نهال بعتاله وبتقول ان هي عايزه تشوفه ضروري وان في حاجه مهمه جدا، وهو ما بيردش عليها، فبعت لها ان هو كان نايم وهينزل ويكلمها. في نفس الوقت ده بتبدا نيلي تصحي يوسف وبتقول له قوم انا عامله لك مفاجاه حلوه جدا، وقوم علشان اوريك الحاجات الحلوه اللي انا عاملاها لعيد ميلادك. لكن هو بيكون متضايق ويقول لها انا مش عايز عيد ميلاد ومش عايز حاجه. فبتبدا تقول له في ايه، لكن هو ما بيردش عليها وبيكون برضو متضايق. وقتها طارق وسام بعد ما خلصوا صلاة الجمعة بيبدأ يقول له بقول لك ايه، خد الطلبات دي هاتها عشان اللي عايزاها عشان انا عندي مشوار. قال له مشوار ايه ده اللي عندك النهارده؟ قال له مشوار بسرعة كده هحكي لك عليه بعدين. قال له طب خلاص تعالى اركب معايا عشان اوصلك مشوارك. فقال له لا ما انا المشوار معايا في العربية. بيبص بيلاقي نهال معاه. قال له ده وقته برضه يا طارق، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال له ما اعرفش، يبعت لي مسجات كتير ان هي عايزاني في حاجة مهمة هعرف واقول لك. فعلا ساب وركب العربية وعرف منها ان هي حامل منه. فبدأ يقول لها ازاي الكلام ده، هو انت مش بتاخدي احتياطاتك؟ قالت له ايوه باخد زفت، لكن مفيش فايده، اللي حصل حصل وانا مش عارفه اعمل ايه. فبدا ان هو يسكت شويه كده، وكان طبعا متوتر جدا، وقال لها خلاص هو بس يخلص عيد ميلاد ابني النهارده، انت عارفه النهارده يوم صعب وعيد ميلاده يخلص وبعدين هنشوف حل في المصيبه دي ونعرف نعمل ايه. وبدا يفتكر ان هو اصلا لسه بيقول لنيلي انه مش عايز ولاد تاني، بس سكت وما ردش. بتبدا بقى رباب وسام كانوا راحوا عند نيلي وجايبين طبعا الطلبات اللي كان
عايزها طارق. فبتقول لهم يا خبر ابيض، انا لو اعرف ان هو هيدبسك يا وسام ما كنتش طلبتها منه. فلا لا مفيش تدبيس ولا اي حاجه. وبداوا يقولوا لها نعمل معاكي ايه ونساعدك في ايه. فهي قالت له انا اهم حاجه تقنع الاستاذ يوسف ان هو يحضر عيد ميلاده، لان هو قايم مساكن ومش عايز يحضر. قال لها لا ازاي الكلام ده، خلاص سيبهولي انا هتصرف معاه. فعلا بياخد الهديه اللي هو جايبها له وبيدخل عليه وبيوريها له، فبيتبسط جدا وبيشكر عليها وبيتفق معاه ان هم هيحضروا العيد ميلاد علشان خاطر نيلي عايزه كده. لكن بنعرف ان يوسف كان متضايق لانه كان عايز يعمله في الفيلا بتاعه مامته. فقال له خلينا نعمله النهارده هنا وبعدين نعمل اللي انت عايزه بعد كده، لان فيلا مامتك لسه بتتجدد وما خلصتش. بعد كده بتدخل طبعا عليهم نيلي، بتلاقيه لبسوا وظبطوا كل حاجه. وقال لها لا احنا خلاص انا اتفقت انا وهو وكل حاجه تمام. بيبدا طبعا يرجع طارق، فوسام بيقول له ايه كان في ايه، فبيعرف منه ان هي حامل. قال له يا خبر ابيض ازاي الكلام ده. قال له بعدين يخلص العيد ميلاد وبعدين نبقى نتكلم مع بعض على راحتنا. بعد كده في الوقت ده الباب بيخبط وبيفتحوا بيلاقوها طنط ناديه، وتبقى مامة وسام، وزي ما قلنا هي اللي مربيه طارق ووسام وبيعتبرها زي والدتها. بيرحبوا بيها طبعا وبتدخل وبتسلم عليهم جدا وهي بتحب نيلي جدا. بعدها بتيجي هبه وبنعرف ان هي تبقى مامة يوسف الاصليه، وبيسلم عليها وبتبقى جايبه له تليفون غالي جدا، فبيتبسط بيه وبيبدا يروح يوريه لاسماعيل صاحبه. فابوه بيشوفه بيقول له ايه ده، قال له دي هديه ماما. قال له طب خليها معايا. بعد كده بيروحوا يقول لها احنا مش قلنا بلاش الهدايا الغاليه دي. قالت له ليه، هو لوحده بس اللي عنده؟ ما في اصحاب كتير عندهم نفس الهدايا دي. وهم بيتكلموا مع بعض جت نيلي وبنعرف ان علاقتها بهبه كويسه جدا، بيسلموا على بعض وبيبداوا يتكلموا مع بعض شويه. ولكن في الوقت ده بتيجي المميز بقى امهات صحاب يوسف، وبتبدأ تقف معاهم نيلي وتتكلم معاهم شوية وهم واقفين وبيهزروا. بتيجي إيمان وبنعرف إن هي تبقى مرات أبو نيلي، ونيلي واضح كده إن هي ما بتحبهاش. أول ما شافتها اتضايقت واتوترت وسلمت عليها وهي يعني على آخرها. بعد كده بتسيبها وتمشي، لكن طارق بيلاحظ إن هي متوترة فبيروح يحاول يهديها وبيقولها هو مين اللي عزمها. قالت له عمر أخويا اللي عزمها، وفي الآخر هو طيارته اتأخرت وما جاش وهي اللي جت. قال لها أنا شايف إن أنتي متضايقة عشان كده قلت أجي أهديكي، خلي اليوم حلو وما توتريش نفسك ولا حاجة وكله هيعدي. ففعلا بدأت ان هي تحاول تهدى. وفي الوقت ده رباب راحت لها هبه وقالت لها انت ما بترديش عليا ليه. لكن هي قالت لها والله انا ما بردش على اي حد مش انت بس. وقتها جت زينه وبدات هبه تسالها وتقول لها ما قلتليش بقى يا زينه انت هتعملي ايه بعد ما تخلصي الثانويه. قالت لها انا نفسي اسافر بره واكمل دراستي في امريكا. قالت لها اه طبعا مامتك معاها الجنسيه اكيد هتبقى عايزه تروح امريكا. لكن جه وسام وقال لها ما فيش الكلام ده، انا ما اقدرش استغنى عن بنتي ولا ان هي تسافر، انا هقعد في مصر وبنتي كمان هتقعد معايا. وهما بيتكلموا لقوا خناقه بين يوسف واسماعيل، فراحوا فضوا الخناقه وبداوا يتكلموا مع يوسف ان هو ما ينفعش يتخانق مع حد في بيته ولازم يعتذر لاسماعيل. لكن هو مرضيش، فقال له طارق برضه مرضيش، فجه يزعق له. ساعتها وسام قال له انا هتكلم معاه. فعلا اتكلم معاه واقنعه وفعلا اعتذر لاسماعيل. بعد كده بدا يعمل لهم فقره السحر اللي هو كان جايبها وكانوا كلهم مبهورين بيها. بعد كده عملوا العيد ميلاد وخلص العيد ميلاد بجماله وحلاوته وكله مشي. وبعد العيد ميلاد كانت نيلي طبعا مرهقه جدا، فقالت لطارق بقول لك ايه، خش خلي يوسف يغير هدومه قبل ما ينام عشان انا خلاص تعبانه ومش قادره. قال لها يعني انا خلاص مش قادره انا كمان. المهم وسام قال لهم انا كده كده هغير لبس السحر اللي انا لابسه ده فهخش كمان ابص عليه. فعلا دخلوا. كانت نيلي وقتها بتجيب حاجه من الدولاب، فقالت تطمن كده على يوسف. وطبعا الباب كان ازاز بيبقى مبين اللي وراه، فبتبص وبتتفاجئ ان هي بتشوف منظر مش كويس بين وسام وبين يوسف. فبتفتح الباب بسرعه وهي متوتره ومخضوضه، بتقول له انتوا كنتوا بتعملوا ايه. فساعتها بيزق يوسف وبيقول لها مفيش اي حاجه احنا كان بيغير هدومه بس. فقالت له لا انت كنت بتعمل ايه. على صوت زعيقها جه طارق وقال لها في ايه. قالت له كان بيتحرش بابنك انا شفته بنفسي. فانفعل جدا وقال لها ايه اللي انت بتقوليه ده، وبدا يسال وسام في ايه. لكن وسام كمان بدا يزعق ويقول له انت مصدقها ولا ايه. فبدا الامور تتشتت وهي كانت عماله تعيط والولد كان مخضوض جدا والوضع كان موتر جدا. فكله هو بيزعق اتوتر طارق وقام ضارب وسام. فبعد ما ضربه وقع على الارض وبدأ يفوق اللي هو عمل ايه، ولكن كان هو ساح في دمه وكل ده. ورباب مرات وسام واقفه ما بتنطقش ولا كلمه، وطبعا كان الكل مصدوم. ويا ترى ايه اللي هيحصل الحلقه الجايه، خلونا نشوف. ويا ترى هيطلع كلام نيل صح وفعلا وسام كان بيتحرش بيه ولا كان بيتهيأ لها، هنعرف مع بعض. استنوني الحلقه الجايه والسلام عليكم.